أهلا بيكم بالحلقة الثالثة من مسلسل عهد أنيس. بتبدأ الحلقة وفي شخص واقف قدام البيت ومعاه حفيده، وبيقول له انت عارف البيت ده فيه أسرار كتيرة جدا. البيت ده هو بتاع شاذولي وبتاع زهرة. وبعد ما بيمشي ويسيب البيت بيظهر أنيس وبيقول كل حكاية ليها بداية ونهاية، أما انتوا نهايتكم معايا عمرها ما هتخلص أبدا. هفضل ولا سلسلكوا كله لحد ما اخلص عليه، وعمركم ما هتقدروا تخلصوا عليا. وفجأة المشهد بياخدنا لشاذولي لما قعد قدام الدولاب ولبس الروب علشان يقدر يرجع زهرة تاني، وبيعيد نفس الأحداث. شاذولي بيعيد في التعويذ علشان زهرة ترجع له تاني. في الوقت ده بيظهر أنيس في البيت من بره. بيفضل شاذولي يعيد في التعويذة لكن ما بتظهرش. بيفضل يعيد في الكلام تاني ويفتح كتاب شمس المعارف ويقرأ فيه لحد ما فجأة بيبص في الدولاب وبيستغرب. وبعد كده المشهد بياخدنا لمحي اللي بيروح عند البيت بتاع دنيا وبيقف يخبط على الباب، ولما بيجي بتاع الامن بيقول له هي فين، انا عايز اقابل مدام نوال. بيقول له انت ما عرفتش اللي حصل؟ قال له لا عرفت. هي فين؟ قال له من ساعه اللي حصل وهي مشيت وما جاتش البيت تاني. بعد كده بيكون قاعد مع اخته اللي بتقول له انت لازم تخرج من الحاله اللي انت فيها دي ولازم تشتغل، وبتقول له ان دكتور جبالي كلمها قال لها هو يعرف رقم تليفونك منين؟ بتقول له انا قابلته ساعه المعرض وقال لي رقم تليفونه هو عايزك علشان شغل. قال لها الكلام ده خلاص مفروغ منه وانا قلت ان انا مش هشتغل في التدريس. قالت له لا هو عايزك علشان شغل تاني. وبعد كده محي بيقطع كلامها وبيقول لها اسكتي، مش انا شفت اللوحه بتاعت جدتنا زهره؟ قالت له شفتها فين؟ قال لها شفتها في المعرض. بعد كده بيروح فعلا لدكتور جبالي اللي بيقول له ان في فندق عامل افتتاح وعايزنا نعمل له شويه تماثيل يحطها فيه، وانا هسيبك كده تقعد مع نفسك كده وتمخمخ وتطلع لنا حاجات كويسه. انا مش هديك فكره معينه تشتغل عليها، انا عايزك تطلع من دماغك، عايزك تشرفني كده بالتماثيل اللي انت هتعملها. بيقعد فعلا محي علشان يعمل اي حاجه ما بيبقاش عارف، يجي يرسم مش عارف، يجي يعمل اي تمثال مش عارف، بيفضل يلف ويدور في قلب المكان. وفي الاخر بيقرر ان هو يتصل بدكتور جبالي ويعتذر له ويقول له ان هو مش هيقدر يشتغل عشان حالته النفسيه. وبعد كده بيلم الطينه بتاعته تاني بتاعه الشغل وبيقفل المكان وبيمشي. محي قاعد مع اخته وبيقول لها ان هو رفض الشغل ومش هيقدر يشتغل مع دكتور جبالي. بتقول له كده مش هينفع، طب حاول ان انت تسافر تغير جو او اي حاجه يمكن تبقى كويس. وبعد كده بيجي له تليفون ولما بيرد بيكون معتز صاحب الجيرة اللي كان عامل فيه المعرض بتاعه. بيقول له ان انت قلت لي لما يجي الشخص اللي رسم الصوره اتصل بيك وهو موجود فتعالى. وفعلا محي بيروح بسرعه علشان يقابله. محي بيروح وبيقابل الرسام وجيه وبيقول له ان هو حفيد الشاذولي وان زهره دي كانت جدته. بيقول له ان جدتك دي كانت احلى بنت في المكان كله، احلى بنت في الفيوم. انا منساش ابدا الصوره دي، انا رسمتها صورتين، صوره ليها وصوره علشان احتفظ بيها لنفسي. بيرد محي وبيقول له طب وايه اللي خلى ابنك يجيبها هنا؟ بيقول له ابني مين؟ انا ما اتجوزتش وما عنديش عيال، ده انيس الحرام اللي سرقها مني. بيقعد كده وبيفتكر ان في الشخص. محي بيركز شويه كده وبيفتكر الاسم بتاع انيس ده، الشخص اللي جاله علشان يرسم له اللوحه اللي بسببها دنيا زعلت منه. بيقول له طب انا عايز اعرف انت ايه اللي خلاك ترسم صورتين نفس الصوره بالظبط. بيقول له يعني انت حفيد زهره؟ خلاص انا هحكي لك كل حاجه، انا هقول لك سر اول مره حد يعرفه. في الوقت ده بيقوم معتز صاحب الجيلري بيقول له طب خلاص مادام في اسرار انا هقوم انا واسيبكم مع بعضيكم تتكلموا مع بعض. وبيقوم فعلا وبيسيبهم وبيبتدي بعد كده وجيه يتكلم ويحكي القصه. بيقول له انا كنت بحب زهره جدا وكنت بشوفها وهي خارجه من المدرسه وكنت بحبها، بس عمرها ما عرفت ان انا بحبها وعمرها ما شافتني. حتى لو صدفت ان هي كانت هتقابلني كنت بستخبى علشان ما تشوفنيش، لان انا كنت في الجامعة في مصر. وفي يوم نزلت من الجامعة وبعد كده عرفت ان هي اتجوزت جدك الشاذولي وجدك كان بيحبها جدا. وفي يوم كنت نازل اجازة وفي اليوم ده جالي واحد اسمه شيخون، ده كان صديق جدك وطلب مني ان انا علشان في شخص عايز يصالح مراته فعايز يرسم لها صورة. ولما بصيت في الصورة لقيتها زهرة، فرحت جدا ان انا هرسمها وقررت ان انا ارسم صورتين، صورة اديها لجدك وصورة احتفظ بيها لنفسي. وفي يوم كنت نازل اجازة من الجامعة سمعت اسوأ خبر في حياتي وهو ان جدتك زهرة ماتت. ففي اليوم ده قررت ان انا اروح علشان اعزي جدك الشاذولي. وبيجي فلاش باك لوجيه وهو بيخبط على الباب وبيفتح له شاذولي، واول ما بيفتح له بيلمح زهرة ماشية من بعيد وبيقول له انا جاي علشان اعزي. فزهرة بتتكلم وبتقول له مين يا شاذولي اللي بيخبط على الباب؟ بيستغرب وبيقول له هو ده صوت زهرة؟ هي زهرة لسه عايشة، لكن شاذولي بيزقه وبيخرجه من البيت. وبيستغرب جدا ان هو عارف ان هي ماتت، وكان رد فعل جد غريب لما زقه وقفل الباب. بيسأله محي بيقول له مين انيس ده؟ قال له انا معرفش، ده الشخص اللي جالي وقال لي ساعتها واقنعني ان انا ارسم صورتين، صورة اديها له وصورة اخليها ليا. بيسأله محي بيقول له هو شكله ايه؟ قال له والله شكله ده اكتر حاجة محيراني، ده جالي بعد 30 سنة لما سرق مني الصورة بحجة ان هو هيساعدني انقل اللوح بتاعتي، وجالي مرة زمان. الغريب ان طول ال 30 سنة دي شكله ما اتغيرش،
شكله هو وده الغريب، ازاي ملامح الزمن ما جاتش ولا راحت عليه. بيقول له طب ليه سرق اللوحة؟ بيقول له ما هو ده اللي انا مستغرب له، هو سرق اللوحة من ساعتها وانا بدور عليها لحد ما عرفت ان هي هنا، مش عارف هو سرقها ليه مع انه ما باعهاش، كل اللي عمله جابها. محي بيسأله بيقول له هو الشيخون ده لسه عايش؟ بيقول له ما اعرفش، بس انا هكتب لك عنوانه، بس ما اعرفش هتلاقيه عايش ولا مات. بعدها بيمشي وبيكلم اخته وبيقول لها انا عايز مفتاح البيت بتاع الفيوم. وبعد كده بيروح البيت عشان ياخده منها، بتقول له انت ايه اللي يوديك هناك؟ محدش بيروح هناك خالص، وما نعرفش حاجه عن البيت ده بقالنا سنين كتيره جدا، حتى عمك وولاده عمرهم ما راحوا هناك. بيطلب منها ان هي تجيب له المفتاح من عمه، وفعلا بتجيب المفتاح وبياخده آسر علشان يوصله، وبياخد معاه الكراتين بتاعة الشغل بتاعته وحاجته. ولما بيوصلوا لهناك بيكون الليل جه. بيدخل معاه وبيقول له يا عم هو انا شغال للعيله الشاذولي دي، ما ورايش غيركم؟ المكان بيبقى ضلمه جدا. بينزل له الكراتين والحاجه بتاعته وبيمشي وبيسيبه. بيدخل بيحاول يدور على اي نور علشان يفتحه، لكن النور بيبقى فاصل في البيت كله. بيقعد كده بيخرج من البيت وبيقعد على جنب، بيقعد يفكر حواليه وطبعا مش عارف يعمل حاجه. بيكون معاه مشاريب بيطلع وبيقعد يشرب لحد ما فجأة بيروح في النوم. وفي وسط ما هو نايم فجأة بيلاقي دنيا جاية عليه، وبتنده عليه وبيفتح عينيه بيلاقيها. بيقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ بترد عليه وبتقول له ده زهرة اللي جابتني. بيقول لها فين زهرة؟ فبتشاور له على مكان كده وبتختفي. ولما بيبص على المكان ده بيكون حوالين الشجرة. فجأة ما بيلاقيش أي حاجة وبيلف وشه وما بيلاقيش حتى دنيا كمان موجودة. وطبعا المشهد بيجي وهو لسه نايم، يعني كأنه بيحلم. بعد كده ناس بتعدي الصبح قدام البيت بتستغرب ان البيت ده بقاله سنين ما اتفتحش. بيخشوا علشان يشوفوا البيت اللي ما اتفتحش من سنين ده من اللي فتحه. بيلاقوه نايم، بيقربوا منه وبيصحوه. بيكونوا خايفين جدا لان واضح ان البيت له حكاوي كتير بتخوف في المكان. لما بيصحى بيقول لهم ان هو حفيد الشاذولي وجاي بيتهم، وبيطلب منهم ان هم يجيبوا له حد يصلح له الكهرباء. وهنا اخته بتكلم آسر جوزها وبتقول له انت ايه اللي خلاك تجيب له المفتاح لما انت عارف ان البيت فيه مشاكل وفيه حاجات مش طبيعيه فيه، وعمي قال لك الكلام ده؟ بيقول لها ما اخوكي ما كانش هيريح وكان هيصمم. هنا بيجيبوا له الكهربائي وبيصلحوا له فعلا الكهرباء بتاعه البيت، لكن البيت بيبقى متبهدل جدا وكله تراب. واحد فيهم بيقول له ان هو هيجيب له مراته علشان تنضفه له. بتتصل بيه اخته وبتطمن عليه وبتقول له انت كويس وخد بالك من نفسك. بيقول لها ما تقلقيش، الدنيا بس كانت مليانه تراب وكده، بس ما تقلقيش انا هاخد بالي من نفسي. وبيقفل معاها لما الباب بيخبط. لما بيروح يفتح الباب بتكون ام جنى مرات شخص من الاتنين اللي هما كانوا موجودين بتجاي علشان تنضف له البيت. بيكون معاها طفله صغيره وبتطلب منه ان هو يخرج من البيت علشان ترضع البنت وتشتغل. بيطلع يقعد بره وفعلا بتمسك البيت تفضل تنضف فيه لحد ما بتخلي البيت نظيف جدا. وبعد كده بتندهله، بيدخل بيستغرب ان البيت اتنضف بالطريقه دي. بيديها فلوس وبتقول له لو عوزت اي حاجه كلمني وانا اجيلك. الليل جه وهو قاعد بيحاول ان هو يعمل اي تماثيل او يشتغل، لكن في نفس الوقت هو قاعد طول الوقت بيفتكر دنيا، وبيفتكر تصرفاتهم مع بعض وعيد ميلادها ولما كانت بتيجيله. كل حاجه بتفتكره كانه شريط بيمر حواليه، لحد ما بيحس ان هو تعبان فبيقرر ان هو يطلع علشان يشوف اي اوضه ينام فيها في الاوضه اللي فوق. وبيدخل أوضة زهرة وشاذولي اللي فيها الدولاب. وأول ما بيدخل بيقول حلوة الأوضة دي، بس بيلفت نظره الدولاب اللي بيقرب منه وبيفتحه، وبيفضل يطلع الحاجات اللي فيه. وبيقول ايه ده؟ شمس المعارف؟ ايه الحاجات الغريبة دي؟ التعويذات دي ولا ايه دي؟ وبيطلعها فعلا وبيلاقي الروب كمان. ايه ده؟ هو انا جدي كان محامي ولا ايه؟ بيلبس الروب وبيقعد قدام الدولاب وبيطلع الورق ويقعد يبص فيه، وتكون جنبه ازازة بيشرب منها. وبيفضل يردد التعويذات زي ما كان جده بيقول. وبيقوله يعيد في التعويذات مرة ومرة ومرة، وهو مش عارف هو بيعمل ايه بالظبط. بيحس انه تعبان ومش قادر وبيفضل يشرب لحد ما بيتخيل ان هو كده سكر، بس هو مصر يفهم فيه ايه والتعويذات دي بتعمل ايه وهتعمل ايه. فبيرجع يقراها تاني لحد فجأة وهو بيشرب بيكتشف ان الازازة اللي في ايديه خلصت. بيقول يا مش وقتك خالص ان انت تخلصي دلوقتي، طب انا عايز ازازة تاني دلوقتي. وفجأة بتظهر قدامه ازازة في الدولاب. بيستغرب وبيقوم جري عشان يمسك الازازة، وبيقول ايه ده بقى؟ ايه اللي بيحصل ده؟ طب لا كده بقى انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل. بيمسك التعويذة تاني وبيقراها تاني وبيطلب بيتزا. واول فعلا ما بيقول التعويذة بتظهر قدامه البيتزا. بيستغرب اكتر وبيقوم ياخد البيتزا وبيكون عايزها سبايسي وبيلاقيها زي ما طلبها بالظبط. بيرجع تاني ياكل، وبعدين بيقع من كتر ما هو مش قادر لانه كل ده كان سهران. وبعد كده بيقوم من النوم فجأة. بيقعد يفكر تاني ويجيب التعويذة تاني وبيقراها تاني، وبيطلب بقى المرة دي ان هو ياخد ساعة رولكس، وفعلا بتظهر له الساعة.
وبعد كده قرا التعويذة وطلب فنجان قهوة، وفعلا جاتله فنجان قهوة مظبوط. وبعد كده قرا التعويذة وطلب لابتوب أحدث موديل، وجاله اللابتوب أحدث موديل. استغرب جدا من اللي بيحصل ومسك، وبعد كده طلب فلوس كتير عبارة عن فلوس مصري ودولارات، وفجأة فعلا بتظهر قدامه الفلوس. بيقوم بيمسكها وبياخدها وبيقعد يحدفها حواليه، وبتخلص الحلقة على كده. الناس اللي حابة تتابع باقي المسلسل ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة علشان يوصلها كل جديد.